الإقامات في الإمارات اشتغلت. هتشتغل ليه؟ ما في فئة تالتة، أنا قايل لك في 3 فئات في الإمارات. فئة صباحها قشطة، دي المصري الأصيل هتلاقيه فيها، اللي هو اختنى وظبط حاله ومعاه شقته ومعاه عياله ومعاه عربيته. والفئة التانية اخد بالك اللي هي ظروفها اتحسنت شوية وبدأ يظبط نفسه والدنيا حلوة، هتلاقي نص مصر أصيل فيه. الفئة التالتة اللي عايزة ضرب الجزمة وعايزة يتحط عليه 65 جزمة كل يوم، دي اللي جايبه القرف للمصريين في الغربه. وانتم ما انتوش هتصدقوا الكلام ده، وعز جلاله الله زي بكلمك من 2019 من بعد الكورونا والاشكال دي طلعت، ديت اللي خلت المصريين راحت في حته تانية غير اللي هي فيها. ديت اللي خلت النهارده واحد معاه كليه تجاره جاي الامارات ولا كليه حقوق ولا مش عارف سياحه وفنادق، الو السلام عليكم انا مصري عايز اشتغل، يقول لا لا والله ما عنديش مكان للمصريين. اقسم بعز جلاله الله ان المصريين كانوا بيتخطفوا في الطياره قبل ما ينزلوا الامارات. قبل ما ينزلوا الامارات كانوا بيتخطفوا في الطياره. طب ايه اللي حصل في 2019 عشان تبقى عارف؟ والسرسجيه اللي انت شايفهم دول، وانا قاعد في الامارات بقالي مده كبيره وبقولها لك لله وعز جلاله الله، دي شعب شيك جدا. قالكش احنا منعنا المصريين من الاقامات؟ ما قالكش احنا حاظرين المصريين؟ ما قالكش. ليه؟ هي شياكه من الامارات لنا، واجب لنا يعني، اخد بالك؟ اشمعنى بيقولوا المؤهلات العاليه اللي تعمل اقامه والبنات ما قالوش اللي ما معهمش مؤهلات ما يعملوش اقامات؟ اشمعنى يعني؟ عارف ليه؟ والله بكلمك جد، كل شويه الدنيا تشتي في الامارات، الدنيا تشتي في الامارات شتاء عادي، الامارات غرقت، الحقونا يا ناس عربيتي خربت. اعلانات بقى، شوف الاعلانات بقى. احلى طبق فول في الامارات تاكله هنا في المطعم الجميل ده، المطعم ده من اجمل المطاعم في الامارات، احنا بنعمل هنا احلى اعلان، والاعلان ده جميل جدا. ده بالنسبه للايه؟ للاعلانات. ويجي واحد تاني، المطعم ده انا رحته افتخرت بالاكل بتاعه، انا مصري وبحب الاكل الجميل ده. تلبات تاتو فضحوا الدنيا. كان الاعلانات في الامارات بتنزل على الانستجرام من الراجل الاماراتي اللي هو كام واحد كده وحاجه شياكه ومحدش بيسمع عنهم حاجه. طيب ورحنا جايين من 2019 سموهم خرفان، وكانوا بيجيبوا عليهم كريدت وينزلوهم وياخدوهم. تلاقي واحد ماشي بسجاره حاطط السيجاره في ودنه، يا ريس انا مصري. ما كانش فيه الكلام ده في الامارات، عمرنا ما شفناه. واحد تاني تلاقيه شبط بنت كده شبهه معفنه زيه، ها الحته بتاعتي جبتها النهارده وعملت ايه، ومشمر رجل وسايب رجل. واحد تاني بقى سجاير بعجله. واحد تالت جايب فوطه وبيطوق قدام الجامع. اسمع من اخوك بس اللي بقول لك عليه، اقسم بالله زي بكلمك وحياه عز جلاله الله. وتلاقي بقى ايه الفئه بقى اللي اعلام بقى ربنا، وانت جاي مصلي مثلا في الجامع وطالع تلاقي واحد مصري واقف لك قدام الجامع، انت مصري يا استاذ؟ يعني والله ما مصدق انت مصري. طبعا انت عارف هو عايز ايه، اخد بالك؟ واحد تالت تلاقيه واقف على الاشاره بيبيع ازاز ميه، اخد بالك؟ اقسم بالله ما كان فيه الكلام ده في الامارات، انا اسف لكم بس ده حقيقي وحياه عز جلاله الله زي ما بكلمك كده. اشتغالات احنا ما شفناهاش خالص من 2019 للوقتي، اخد بالك؟ كل يوم حكايه شكل. وما انتش عايزهم يمنعوا الاقامات؟ اقامات ايه وحره ايه وعباس ايه اللي انت ما تعرفوش، الاقامات ما اتباعتش عشان الاقامات الحره، اتمنعت عشان الاشكال اللي فضحتنا ده، اتمنعت عشان البلاوي الزرقاء. الفئه الثالثه اللي قلت لك لما تقابلها في الغربه ادي لها بالجزمه. في فئه عندنا كمصريين بوظوا سمعه المصريين نهائيا، يعني حتى وهم في الشغل بيحقدوا على بعض، حتى وهم في الشغل. وحياه عز جلاله الله اللي بقوله لك ده اللي شايفه انا عارفه والله، انا ما بألفلكش، خلي بالك الكلام ده اللي ما بألفوش. العيال ده حتى في الشغل هناك بيكرهوا بعض، كلهم عايزين يحبوا في شكاره ويروح يبني الشقه بتاعته ويجيبها ويتجوز، وكله طموحه في الدنيا ان عايز يلهى في اي فلوس من الغربه ويخلع، اخد بالك؟ ودي نصيبه. فالفئه دي هي السبب في وقف حال الاقامات للمصريين. هتقول لي طب ما باكستان ما هروخر نفس الفيلم، عارف باكستان نفس الحوار بتاعنا بالظبط، منعوا الباكستانيين بس بدأوا يشغلوهم تاني. اسمع من اخوك بس، انا قاعد هناك وعارف انا بقول لك ايه.
والله العظيم والنعمه الشريفه. طب ما هم ممشيين الاقامات المصريه، بس ممشيين المؤهلات العاليه وتعمل معادله وبتاع. ليه؟ عايزين يتحققوا ان الشخص ده راجل نظيف. هم عايزين ينظفوا اشكال هناك، اقسم بالله من كتر ما السجون اتملت في المركبات وفي عجمان. وهنا مصريين، اسمع من اخوك، انت ما تعرفش الكلام ده، انا عارفه. كل يوم شكله، في ابو هيل، في عجمان، في هنا في هنا في هنا، شكل 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 وحوارات وافلام قعدوا بقول لهم ايه؟ اعملوا محضر صلح، انتوا ناس بلديات. قعدوا بريحوا دماغهم منهم، اعملوا محضر صلح. ما عادوش فاضيين لهم، كترهم. وعادت زياره رخيصه وتلاقي اي عيل سرسجه رايح الاشكال دي جابت المرض للناس اللي معاها مؤهلات وتعبت على نفسها، للناس اللي راح تطور من نفسها، للناس اللي اتبقى. اقسم بالله الفئه اللي بقول لك عليها، الفئه الثالثه اللي عايزه ضرب الجزمه دي، اسمها الفئه الثالثه. لما تقابلها في الغربه اقلع الجزمه اللي في رجلك واديلهم بدماغهم على طول. طبعا الكلام بتاعي بزعل ناس كتير، بزعل اشكالهم، الاشكال بتاعتهم